مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا القصة ديال بشرى اللي عدد كبير من المغاربة اللي ماتوا بشكل كبير. بشرى كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق رجليها مشاو. مشاهدينا الكرام، الآن يلا خرجت من المصحة. كيفاش الوضع ديالها الله عز وجل اللي علم بالحال ديالها. اختي بشرى على سلامتك. الله يسلمك، الله يسلمك ويجيك. باقي الحريقة اختي؟ ما يلا غسلوا عليا وحيدوا بالناس، خرجوا بداو يورقوا عليا. ربي الحمد لله. انتي صبارة وصبري مازال، وان شاء الله سبحانه وتعالى ييسر لك الامور. الحمد لله خويا، اللهم لك الحمد. انا حامده ربي وشاكره على ما عطاني ربي. طيب اش قال لك ابو بشرى؟ قال لك ما كاينش حل، خصهم يحيدوا. قال لي خصهم يتحيدوا، قال لك ضروري. البارح قالوا لي والبارح ضروري وصافي. أمرت أمر الله وحيدوا، ما عندي ما ندير. الله يفرجها عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، يلا خرجات من المصحة والآن غادي تمشي للمنزل. كما كتبعوا معنا الإجراءات القانونية في الموضوع والطبية كذلك ديال رخصة الدفن. هادو هما الأطراف، هادو هما رجليها اللي غادي يمشيو، خصهم يتبعوا المساطر القانونية اللي خصهم يدفنوهم. بشرى قصة للعبرة لا هدف، ولكن احتياطات أخرى ما تخذتش بعين الاعتبار. كان المآل ديالها أنه ذاك الدواء من أجل زيادة في الوزن ما تلائمش معاها. في الأخير كان القرار أنه رجليها مشاو بجوج. مشاهدينا الكرام، نحن على تتبع القضية بشرى وسوف نوافيكم دائما بالجديد. يا ربي غادي نوضع رقم الهاتف ديالها، تواصلوا معها، ساعدوها في الظرفية الراهنة. بشرى دخلات برجليها، مشاو رجليها بجوج. هي قوية، تقبلت الوضع، ما عندها ما دير، ولكن دورنا هو المساعدة في إطار هاد الظرفية الصعبة اللي غتمر منا. مشاهدينا